ناس كتير لما شافتني بلعب نيد فور سبيد موست وانتد على الموبايل كانت عايزه تعرف الطريقه ازاي. وانا هنا هقول لك تعمل ده ازاي وتشغل موست وانتد على التليفون بتاعك. اهي لو ركزت دي نيد فور سبيد موست وانتد نسخه البي سي. بتدوس عليها دبل كليك عادي وده بي سي كامل. تقدر تشغله على موبايلك وبيكون سريع معاك جدا. كمل معايا الفيديو للاخر واعمل لايك واشترك، ولو انت على التيك توك اعمل لايك واعمل فولو علشان ده بيفرق معايا كتير وبيخليني اكمل. اول حاجه هتفتح المتصفح بتاعك وهتكتب فوق وين ليتر. تمام، هيجيب لك حاجتين. اول واحد ده اللي احنا عايزينه اللي هو winlater.org. هتدخل عليه كده، هتفتح كده، هتدوس داونلود. هتنزل تحت هنا هتلاقي عندك winlater APK. هتدوس على الوينليتر APK. بعد ما يتسطب معاك افتح بقى الوينليتر. انت هتدوس على علامه بلس فوق وتسمي الكمبيوتر بتاعك اي اسم انت عايزه. انت هنا دي المقاسات بتاعه الشاشه. طيب ايه افضل مقاسات وايه افضل سيت اب للحاجات دي؟ كل موبايل وليه سيت اب معين. يعني لو رجعنا هنا على الهاي بي سي، دخلت اديت، انا عامل الشاشه 960 في 544 16 و9 اردوينو. تمام، الفولكينو ماشي، الدي اكس رابر. هتنزل تحت عندك هنا البرفورمانس، ما تنساش ادفانسد دي انت تشوف استابيليتي ولا تخليها انترميديت ولا بيرفورمانس. اختار بيرفورمانس لو موبايلك كويس، خليها دي لو موبايلك متوسط. وهنا السي بي يو اللي يقدر يستهلكها كام كور يقدر يستخدمه من البروسيسور بتاع موبايلك. سيب 2 وشغل الباقي كله. تمام. طيب الاعدادات دي تعرفها ازاي؟ هتروح رايح كده فاتح شات جي بي تي، تكتب له البرومبت ده. تمام، وتروح عامل كده علشان يرد عليك بالكونفيجريشن الخاصه بتليفونك ودي اللي تكون مناسبه للموبايل بتاعك. بعد ما تبعت البرومبت اللي هسيبه لك في التعليقات تحت، هتروح نازل تحت هنا هيقول لك مقاسات الموبايل بتاعك ايه، البروسيسور والدرايفرز بتاعتك كلها ايه، والفيديو ميموري بتاعك كام. وبيقول لك ان انت عامل تشيك لكل السي بي يو كورز، بس انا قلت لك سيب 2 بس. هتعمل السيت اب اللي هو هيقول لك عليه ده زيه هناك في الوين ليتر. تمام، قال لك هو استخدم فورتك، استخدم فير جي ال، استخدم تيرنب. هتختار اي حاجه منهم. بعد ما تسطب بقى كل الكلام ده هتروح دايس له كده هيقول لك كرييتنج كونتينر او الكونتينر اشتغل. هتروح تعمل بلاي، هتروح على الكمبيوتر بتاعك وتنزل نيد فور سبيد موست وانتد من اي مكان. وبعد ما تنزلها حملها على الفلاشه ووصل الفلاشه باو تي جي، وصله او تي جي حطها في موبايلك. وبعد كده انقل اللعبه على ملف الداونلودز، وهتنقل اللعبه بتاعتك في ملف الداونلودز ايا كان مكانه. اي لعبه هتحطها من الكمبيوتر على الموبايل حطها على الداونلودز. ليه؟ علشان الوين ليتر بيقرا الحاجات اللي موجوده في فايل الداونلود، وهو بيكون البارتيشن بتاع دي. لما تخش على بارتيشن دي هتلاقي الحاجات دي عندي كلها في فولدر الداونلودز، فهتلاقي نيد فور سبيد ظهرت معاك هنا. هتخش وهتشغلها وبس كده، ونيد فور سبيد هتشتغل معاك ان شاء الله كويسه جدا. والكونفيج شات جي بي تي اللي هيقوله لك، لان مفيش كونفيج معين لموبايل اقدر اقول لك عليه. انا الكونفيج بتاعي غير موبايلك غير موبايل حد تاني، وهكذا. جرب كده، لو ما اشتغلتش معاك اكتب لي في التعليقات تحت، ولو اشتغلت برضه اكتب لي وقول لي. ما تنساش اللايك والاشتراك لو انت على اليوتيوب، ولو انت على التيك توك اعمل لي لايك واعمل لي فولو. بس كده، صلى على النبي، سلام.